السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هعمل معاكم الكاستر بطريقة سهلة جدا وبسيطة. في بنوتة قمر كده من المتابعين طلبت مني الكاستر ومحبتش اتأخر عليها خالص. يا رب كده تشوف الفيديو. تعالوا بينا كده على طول ندخل على الطريقة. بس لو أول مرة تشوفوني، أنا أسماء شاور ودي قناتي. أول حاجة كده هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اول حاجه كده جبت الحله اللي انتوا شايفينها دي وحطيت فيها كده 4 كوبايات من اللبن. هاخد اللبن ده كده واحطه على النار وانا مش ضايفه على اللبن ده اي حاجه خالص. هجيب بعد كده طبق تاني واحط فيه 5 معالق من بودره الكاستر زي ما انتوا شايفين كده. يعني ما تكونش المعلقه مليانه هرميه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده علشان يطلع معاكوا كريمي كده ومظبوط وما يكونش تقيل قوي. لو بتحبوا الكاستر يكون تقيل قوي فهتملي المعلقه الاخيره هتبقى هرميه كده. يبقى عندنا هنا لكل كوباية من السوائل بحط قصادها كده معلقة من الكاستر، معلقة كبيرة من بتاعة الأكل زي ما انتوا شايفين. بعد ما حطيت كده 5 معالق كبار من الكاستر نزلت عليهم كده بكوباية من المية. هقلب كويس جدا لحد الكاستر ما يدوب معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. يعني معايا دلوقتي 5 كوبايات من السوائل حطيت قصادهم كده 5 معالق من الكاستر. هاخد بعد كده الطبق ده كده وتعالوا بينا على النار. الحلة بقى اللي على النار هحط فيها 5 معالق من السكر، يعني لكل كوباية برضو من السوائل بحط لها معلقة سكر كبيرة. ومعايا كمان كده كيس من الفانيليا. طبعا السكر على حسب الرغبة، حابة تقللي تزودي براحتك طبعا. هنا اللبن بقى مقرب يغلي معايا خلاص كده، سخن جدا ومقرب على الغليان. هاخد بقى الخليط اللي فيه الكاستر زي ما انتوا شايفين ونزلت بيه على طول كده على اللبن السخن اللي مقرب ان هو يغلي معايا. هقلب على طول، يعني ايد بفضي بيها والايد التانية بقلب بيها علشان ما يكلكعش معاكي ويطلع معانا ناعم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. خلاص دقيقة واحدة بس على النار بيكون تقل معايا. فضيته بقى في الاطباق زي ما انتوا شايفين وحطيت بعد كده على وشه وحدات كريز كده علشان تخلي شكل الطبق حلو جدا. ممكن تحطوا اي مكسرات انتوا حابينها، تحطي بقى جوز هند وزبيب، تحطي اي حاجة انت حباها. هتسيبيه بعد كده لحد ما يبرد تماما وتدخليه التلاجة وبالهنا والشفا. في ناس بتحب تاكله وهو سخن كده. انا سيبته بس يا دوبك برد شوية لسه ما دخلش التلاجة يعني. فبوريكوا بقى من جوه شايفين كريمي جدا وتحفة. ما يدخل كمان التلاجة بيبقى متماسك عن كده وبس برضه بيفضل كريمي بالشكل ده. لحد هنا كده انا خلصت الفيديو. يا رب اكون فدتكم باي حاجة. استنوني الفيديو الجاي. استنوني في فيديوهات كتير حلوة واسيبكم في رعاية الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.